إذا طلب منك أن تختار بين الجزائر والمغرب، فمن سيتفوق؟ في هذا الفيديو سنقارن بين البلدين بالأرقام والحقائق فقط، بعيدا عن التعصب. أولا، المساحة. الجزائر هي أكبر دولة في إفريقيا، بمساحة تقارب 2.38 مليون كيلومتر مربع، بينما تبلغ مساحة المغرب حوالي 446 ألف كيلومتر مربع، دون احتساب المناطق المتنازع عليها. لذلك تتفوق الجزائر بفارق كبير. ثانياً، عدد السكان. يبلغ عدد سكان الجزائر حوالي 47 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد سكان المغرب حوالي 38 مليون نسمة، أي أن الجزائر تتقدم من حيث عدد السكان. ثالثاً، الاقتصاد. يعتمد اقتصاد الجزائر بشكل أساسي على النفط والغاز، وهما من أهم مصادر الدخل. أما المغرب فيعتمد أكثر على الصناعة والزراعة والسياحة وصناعة السيارات والطيران. لكل بلد نقاط قوة مختلفة. رابعاً، الموارد الطبيعية. تملك الجزائر احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي والنفط، وتعد من أكبر مصدري الغاز في العالم. أما المغرب فيمتلك أكبر احتياطي معروف من الفوسفات، وهو مورد استراتيجي مهم. خامساً، السياحة. المغرب يستقبل عادة عدداً أكبر من السياح الدوليين، بفضل مدنه التاريخية مثل مراكش وفاس، إضافة إلى الشواطئ والجبال. أما الجزائر فما زال قطاعها السياحي يمتلك إمكانات كبيرة، لكنه أقل تطوراً من حيث أعداد الزوار. سادساً، الرياضة. حققت الجزائر لقب كأس إفريقيا مرتين، بينما حقق المغرب إنجازاً تاريخياً بوصوله إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، وهو أول منتخب إفريقي يحقق ذلك. سابعاً، البنية التحتية. شهد البلدان مشاريع كبيرة في الطرق والموانئ والمطارات. وتمتلك الجزائر واحدة من أطول شبكات الطرق السريعة في إفريقيا، بينما طور المغرب شبكة قطارات حديثة تشمل أول قطار فائق السرعة في القارة. ثامناً، التعليم. يوفر البلدان تعليماً مجانياً في مراحله الأساسية، وتسعى جامعاتهما إلى تحسين تصنيفها الدولي، مع استمرار وجود تحديات وفرص للتطوير. تاسعاً، التكنولوجيا والإنترنت. يشهد البلدان توسعاً في الخدمات الرقمية والإنترنت، مع استمرار الاستثمار في التحول الرقمي وتحسين البنية التحتية للاتصالات. الخاتمة: في النهاية، لا يوجد بلد يتفوق في كل شيء. الجزائر تتميز بالمساحة والموارد الطبيعية، بينما يتميز المغرب بالسياحة وبعض القطاعات الصناعية. لكل دولة نقاط قوة وتحديات خاصة بها. والآن جاء دوركم. من وجهة نظرك، أي دولة تمتلك مقومات أفضل للمستقبل؟ جزائري أم مغربي؟ شاركنا رأيك باحترام في التعليقات.